حبايب قلبي في كل مكان، وحشتوني جدا جدا. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبصحة وبأحسن حال. نبدأ فيديو جديد ويوم جديد، ونبدأ بالصلاة على الحبيب. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا شفيعي يا رسول الله. حبايب قلبي، النهاردة نبدأ الفيديو بتاعنا جامد جدا. يا رب ان شاء الله كده يعجبكم. ما تنسوش لو عجبكم الفيديو اشتراك ولايك، فعلوا الجرس علشان يوصلكم كل جديد. يوميات ام حنين. معايا كده كوبايه الا ربع من الرز ده، تمام. انا نقعاها زي ساعتين، غسلناها كده ونقعناها. اعمل رز بلبن الحنين، هو كان فيه وخلص، وهي صممت ان انا اعمل تاني بصراحه، فانا قلت يلا بقى اصوره معاكم ونصور الروتين بتاعنا النهارده، ويا رب الفيديو يعجبكم. كده اهو حطينا الحله بتاعتنا على النار وفيها الرز وزودنا الميه، وهنسيبه لما يتسلق خالص، تمام. وبعد كده نبقى نحط له السكر، عشان لو حطينا السكر دلوقتي الحبايه مش هتستوي اصلا. خليكم معايا حبايب قلبي لاخر الفيديو. بقى كده حبايب قلبي، دي كميه اللبن اللي معايا اهو. ده زي نص كيلو لبن او ازيد بصراحه، مش عارفه هو كان موجود يعني عندنا. انا حطيت معلقتين نشا بس، والله انا اسفه نسيت اصورهم، تمام. معلقتين هرمون كبار، ودي كمان اهي، ماشي. ندوبهم حلو خالص علشان نشوف بقى الرز بتاعنا وضعه بقى ايه، واقول لكم دلوقتي هنعمل فيه ايه. ده شكل الرز بتاعنا اهو بعد ما اتسلق، تمام. هفضيه بقى في شفشق الخلاط، هضربه نص فرمه كده وارجع لكم تاني. كده حبايب قلبي بعد ما فرمته في الخلاط، بس هي يا جماعه نص فرمه، انا عايزه الحبايه تبقى نصين مش اكتر، تمام. وحطيت له السكر حسب الرغبه زي ما انت بتحبيه. انا عشان ولادي اطفال بيحبوا مسكر، تمام. انا حاطه لدولت كوبايه ونص سكر من الكوبايه اللي انا وريتها لكم في اول الفيديو. فكده بقى انا هسيبهم مع بعض شويه، وبعد كده هنزل باللبن والنشا بتاعي، ماشي يا حبايبي. بصوا بقى كده حبايب قلبي، النشا واللبن بتاعنا اهو. بدك تقلب سريع كده، تمام. انا دقته لقيته محتاج سكر، فكده يبقى كوبايه الا ربع من الرز، كوبايتين من السكر، نص كيلو لبن، معلقتين شجار او 3، يعني على حسب بقى ما انت شايفه وضعه ايه معاكي. احنا كده هنسيبه بقى يغلي على ما النشا تربط، وهوريلكوا وانا بفضيه في الاطباق بتاعته. فكده لسه على نار اهو، على نار هاديه، وطبعا ايدك فيه ما بترفعيش ايدك منه، بتفضلي تقلبي فيه كده، تمام، على ما النشا تربط زي ما قلت لكم. واوريكم الشكل النهائي، هيبقى جميل جدا، وما شاء الله شكله جميل، اللهم بارك. اهو كده مراحل التسويه بتاعته، شوفوا بدأ يتقل خالص ازاي. بتفضلي برضو ايدك فيه كده لحد ما تحسي انه ربط خالص، وكل مدى بيتقل في ايديك اصلا وانتي بتقلبي، تمام. بصوا بقى، بصوا كده حبايبي، اهو ده القوام بتاعه. نقول بسم الله كده ونملى الاطباق بتاعتنا اهو. بصوا حبايب قلبي زي ما انتم شايفين كده، انا هملى الاطباق دي وارجع لكم تاني. اهو كده حبيب قلبي الكميه اللي طلعت معانا، تمام. 9 اطباق، حاجه بسيطه وتفرحي اولادك بيها، ويا رب الفيديو يعجبكم. من كوبايه الا ربع رز، وكوبايتين سكر، ونص كيلو لبن، وفرحي اولادك بحاجه مفيده واستفيدوا بيها. واشوفكم على خير الفيديو الجاي، مع السلامه.